على مرمى ريال مدريد. هي كرة واحدة لريال مدريد من بنزيما اللي كانت عرضية الجانب الأيسر من مندي. هي حالة الوصول الوحيدة لريال مدريد كانت طوال شوط المباراة الأول. شوط تسيد برشلونة بشكل كبير جدا. كلا الفريقين استغنى عن لاعب جناح رافينيا في برشلونة ورودريغو في ريال مدريد من أجل إضافة لاعب وسط إضافي. الفكرة في برشلونة أنه هذه الزيادة العددية على مستوى وسط الملعب تسمح لك دائما بوجود لاعب حر بعيد عن الرقابة تستخدم أنت في عملية الزيادة العددية في الحالات الهجومية. جافي هو هذا اللاعب. لاحظ في حالة أخرى أنه الكرة بترجع كريستنسن ما في أي عملية ضغط. التمريرة العميقة بين الخطوط يحاول يستلمها ديونج في عمق الملعب وبعد ذلك يحاول أن يخلق من خلالها حل هجومي لفريقه. أعتقد أنه برشلونة استغل كثيرا عملية تكثيف الوسط. شفنا جافي، شفنا ديونج، شفنا بوسكيتس عنده الحرية أن يطلع ويضغط في مساحات متقدمة مثل حالة الهدف الأول. فبالتالي لما يكون عندك زيادة عددية على مستوى وسط الملعب الزيادة الفردية من اللاعب في الحالة الهجومية بتكون أكثر. عملية الضغط بتكون أكثر شراسة وأكثر دقة بالنسبة لك. فأعتقد أنه شوط كل المدربين لجأوا إلى فكرة تكثيف الوسط لكنها نجحت في برشلونة وفشلت فشلا ذريعا في ريال مدريد. كابتن حازم، أخطاء كثيرة في فريق ريال مدريد ولكن في برشلونة هنالك أخطاء أيضا. هناك اخطاء بس لا تذكر لان بصراحه بيلعبوا تيم وورك كويس جدا. بص هنا الهجمه هنا ريال مدريد كاونتر اتاك المفروض فين السرعه. معلش نجيب الهجمه هتلاقي السرعه هنا 2 على هتلاقي الكول بنزيما في وسط 3 وبعدين بنزيما بيلعبها لفينيسيوس الناحيه الثانيه في وسط 3. يعني هنا الهجمه اهي بص كويس جدا الفرقه كويسه كاونتر اتاك هيتعمل دلوقتي التردد صح. بص كامافينجا هياخد الكوره ويطلع بالهجمه. بص بقى نقل الهجمه عامل ازاي. بص كروس واقف مودريتش واقف شايف. طب مين اللي هيلعب مين اللي هينقل الهجمه. مفيش حد هيلعب لبنزيما في وسط كام واحد 7-8. بنزيما هيلعبها لفينيسيوس الناحيه الثانيه في وسط 7-8 برده. فين الناس بتكمل. مفيش حد بيكمل الهجمه. بص مساحه قد ايه. بص وقف كوره كده مساحه كبيره جدا جدا جدا. اللي بيجي لعيبه برشلونه بعدين المفروض اللي يجي لعيبه ريال مدريد. بص كام واحد هتيجي. بص كام واحد مساحه كبيره جدا. طب انت هتجيب جون ازاي. هتقعد تعتمد على ان واحد يرقص 2 3 مش ممكن. يعني الغلبه تغلب الشجاعه زي ما بيقول يعني. صحيح. وين حلول فريق ريال مدريد الشوط الثاني؟ ما هي الاضافات؟ وسط الميدان على حساب مين اللي بيغير من اللي كافامينجا خروج كافامينجا ورجوع فالفيردي في وسط الميدان. رودريغو ممكن يكون حل لكن قبل ما يكون تكتيك هي كيفيه انه ما فيش مباراه بدون تعب. ما فيش مباراه بتكون بلعب جماعي. ما فيش مباراه بدون ما شاهدت ريال مدريد تعب. لا مش لا تقريبا غايب. كل هي الغرابه في ريال مدريد اليوم انه الضعف على مستوى التمركز الضعف على مستوى التكتيكي ايضا. في وسط الميدان 5 لاعبين امام 3 لاعبين مش في افضل حالتهم. كروس مودريتش كامافينجا مش في افضل حالتهم مع ايضا فالفيردي المتعود انه يقوم بمجهود ايضا اضافي على المستوى الدفاعي. لكن في الاخير ما شاهدناش. الهدف الثاني ممكن ما يكونش في مستوى ريال مدريد لانه الدفاع بطريقه متمركز بطريقه سيئه جدا وبالتالي صراحه صعب جدا انه في الدقيقه الاخيره. كابتن حازم، هل يستطيع ريال مدريد العوده امام برشلونه مزيد من الاهداف في هذه المباراه؟ لازم العب بشكل معين. شكل ريال مدريد الشوط الاول مفيش حاجه مفيش شكل لا في جبهه شمال ولا في جبهه يمين ولا في نص ملعب. طب هكسب ازاي؟ هكسب ازاي؟ لازم يبقى في جبهات ولازم يبقى في نص ملعب بيكمل الهجوم شويه. مش ممكن المساحات اللي موجوده والضغط اللي مش موجود. انت كنت بتسال سؤال قبل الماتش هيضغطوا ولا لا. ما بيضغطوش. بص اللعب عامل ازاي. هنا فين النجاعه الهجوميه اللي انت عايزها. فين بص الناس واقفه ما حدش عايز يهاجم. فبصراحه برشلونه يستحق. بس المشكله ان برشلونه ماتش بيتيس عمل شوط اول رائع شوط ثاني مستوى نزل شويه. الله اعلم النهارده هيبقى عامل ازاي. لكن الاداء ده مش ممكن ريال مدريد يكسب الاداء. هنا السؤال كيف يحافظ برشلونه على اداء في هذا الشوط ويكمل مسيره الاهداف في هذه المباراه. اعتقد المهم جدا بالنسبه لنا ما يستقبل اللعب اكثر مما ينبغي. يحاول ان يضغط على ريال مدريد في مراحل بناء اللعب تحديدا لانه واضح من خلال شوط المباراه الاول انه قادر يفتك الكثير من الكرات من ريال مدريد. يملك اسامي كثيره بالضبط. دكه بدلاء غنيه. بالمقابل ريال مدريد تقريبا الاسم الوحيد اللي ممكن تعول عليه هو رودريغو. بقيه الاسماء ما في اسماء مغريه في الدكه. ممكن الخوف تعامل تشافي دائما مع الشوط الثاني بطبيعه الحال لكن النتيجه تعطي افضليه لتشافي لانه 2-0 مع فريق في افضل حالاته تكتيكيا. هذا هو المهم بالنسبه لبرشلونه اليوم. اهلا وسهلا بكم متابعينا قناه الترند رياضي. نرجو منكم الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم اخبار نجوم كره القدم اولا باول.